السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي ومتابعيني. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب على الكومنتات الحلوه اللي بتكتبوها لي والدعم دوت والمساعدات اللي بتخليني شويه يعني افرح كده واحاول قد ما اقدر اعمل حاجات اقتصاديه. انا عارفه ان الفيديوهات بتطلع كتير يتقال عليها اقتصاديه، مش اقتصاديه خالص، بس انا والله بحاول اعمل حاجات اقتصاديه، فعلا اقتصاديه بجد. كل سنة وانتم طيبين. انا هعمل لكم حاجة بس من حاجات مولد النبي. هعمل السمسمية نفس الطريقة اللي هنعمل بيها السمسمية دي بإذن الله. ممكن تعملوا بيها انتوا اي حاجة، تعملوا بيها الفولية اللي هي بالسوداني، تعملوا بيها اي نوع مكسرات، تعملوا بيها الحمصية، تعملوا اللي انتوا عايزينه. اي نوع مكسرات انتوا حابين تعملوه بنفس الطريقة من غير لا زيادة ولا نقصان. طريقة اقتصادية جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كده والله. يعني شفتوا انا بقطمها جميلة بجد وما فيهاش اي تكاليف ولا سكر الجلوكوز اللي بيقولوا عليه ولا اي حاجة خالص. زي المصانع ما بيعملوها بطريقة اقتصادية. ده ربع كيلو سمسم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بصيت فيه كده لا يكون فيه اي حاجة، انا جايبها محمص يعني. نص كوباية مية، وكوباية صغيرة، كوباية من الصغيرين، كوباية سكر، وعصرة نص ليمون. دي كل احتياجاتنا بس كده. ويطلع الطبق الحلو اللي انتوا شفتوه دوت بتاع السمسمية. يعني بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة جدا، يعني بتاع كيلو الا ربع تقريبا. اول حاجة نجيب صينية وندهنها. لو في ورقة زبدة نحط ورقة زبدة وندهنها، مفيش خلاص يبقى هدهن بالطريقة. وزي ما انا قلت لكم، انا بحاول اعمل كل حاجة اقتصادية جدا جدا عشان اي حد حابب يعمل الحاجة دي تقوم يعملها ببساطة. الصينية زي ما انتم شايفين كده، ودهنتها زيت، وهخلي الطبق اللي فيه زيت دوت جنبيه عشان احتاج بس، من غير بقى اي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. طاسة كده على النار، حط فيها السمسم، بسخنه. واذا اخدت شويه في عمايل الشربات اللي هعمله، هرجع اسخنه تاني على عين كده جنب الشربات لما يقرب يخلص. انا حباه يبقى دافي، يعني عايزاه يبقى دافي، مش عايزاه يعني يغير لونه اكتر من كده. اساسا انا جايباه متحمر، مش عايزه منه حاجه غير انه يخرج منه الرطوبه ويبقى دافي، وده يساعدني في تقليبه بسرعه. لكن بارد ما ينفعش خالص. يعني ما ينفعش اجيبه ولا مثلا ما احطوش على النار خالص وابدا اشتغل بيه، ما ينفعش. واي حاجه كده برضو، لو فول سوداني، لو حمص، لو بندق، لوز، اي حاجه عايزين تعملوها بنفس الطريقه ديت، لازم تتدفى كده. ولازم احس اني لما احط ايدي كده احس ان في نسبه حراره كده. وطبعا ايدينا فيها على طول عشان ما يلسعش. زي ما انتم شايفين كده، كل شويه بشوفه عشان اول ما احس انه دفي خلاص هركنه على جنب. شايفين النار كانت ضعيفه ازاي؟ جبت بقى طاسه تانية. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنزل بالسكر كده في النص. دي كوبايه صغيره علشان انا اللي معايا ده ربع كيلو، وعليها نص كوبايه زيها برضو من الميه. وهسيبها ولا هقلب ولا حاجه، هسيبها كده، هسيبها تسيح كده. بدأت اهي تساحت. هنزل عليها بنقطتين 3 ليمون كده بس. شوفوا بقى السهولة، ايه رأيكم؟ مقاديرنا بسيطة جدا. فيه اضافة انا هعملها دلوقتي، لو حابين تعملوها اوكي، مش حابين تعملوها مفيش مشكلة. بس هي يعني ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، بتيسر معايا حكاية التقليب وكده. شايفين اللون ده؟ اللون اللي انا عايزاه، من غير ما اجرب، من غير اي حاجة، من غير بقى ما اجيب كوباية مية ساقعة واقعد اجربه. اللون ده تمام قوي، هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللي هو العسل الفاتح. الاضافه بقى كان نص معلقه كربونات صغيره كده، يعني ما اعرفش، بتكتر الكميه كده وتفورها وتخليني اعرف اشتغل. دلوقتي انا حاطه السمسم على عين تانية، يعني شمعه كده عشان يبقى دافي زي ما قلت لكم كده. كده ده دافي ودوت سخن. انا كده برضو النار لسه كده شغاله، هسيبها شغاله دقيقه واحده وانا بقلب، دقيقه كده. بس كل حاجه بقى دلوقتي كده، كل حاجه المفروض تبقى بسرعه. يعني شغلنا كله لازم يبقى سريع. ايه رايكم؟ في ابسط من كده؟
الحلاوة دلوقتي انتوا عارفين سعرها كام، يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فاحنا لو عملنا الحاجات اللي احنا بنحبها في البيت يبقى سهل كده. بقى هطفي النار بس، وهقلب بسرعة عشان احس ان ان السمسم اخد كل الشربات، يعني تداخلوا في بعض بسرعة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. واحنا طبعا مظبطين نفسنا، مظبطين الصينية بتاعتنا ودهنينها وكل حاجة، كله زي ما قلت لكم كله عايز سرعة. الصينية اهي، هنزل بالخليط على طول. ونبدأ بقى نظبطه بسرعة بسرعة. طيب صعب كده ان انا اظبطه بالمقصوصة اللي معايا ديت، لان المقصوصة اللهم صل على سيدنا محمد المقصوصة مش مدهونة زيت. فانا جبت معلقة بسرعة، والطبق اللي قلت لكم اللي هو كان فيه الزيت ده اللي قلت لكم اخليه محتاجاه، بدهن بيه ظهر المعلقة وابدأ اسوي بيها. ممكن ادهنها دهنه كمان واسوي بيها بسرعه بسرعه. السمك بقى اللي انتوا عايزينه، انتوا لو عايزينها ارفع من اللي انا عاملاها ممكن تحطوا في صينيه اكبر من ديت شويه، عايزينها السمك ده خلاص يبقى صينيه المقاس دوت، وهكذا. لو بتحطوا في صينيه كبيره ممكن ما تملوش الصينيه كلها، يعني تعملوا في جزء منها كده وتحاولوا يعني تسووا. سويتها بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده بسرعه بسرعه بسرعه. كل الحاجات دي لازم تبقى بسرعه. جبت سكينه وبدهنها برضو عشان اشتغل بسرعه واقطع. تقطعي بقى السمك اللي انت عايزاه بسرعة، ما ينفعش استنى شوية، يبقى صعب جدا. تقطعي رفيع، تقطعي تخين، زي ما انت عايزة، المهم بسرعة. بسرعة بسرعة. ممكن ادهن السكينة تاني كل ما احس ان السكينة كده لزقت فيها ادهن بسرعة. شايفين انها بتتحرك بسم الله ما شاء الله على طول كده. تقطعي بقى الصوابع بالحجم اللي انت عايزاه والطول اللي انت عايزاه، تعمليها صغيرة تعمليها كبيرة، انت حرة. شايفين اول ما احس انها بدأت تلزق كده وتمسك على طول بدهنها، بتيسر بقى معايا الشغل. طريقة مفيش اسهل من كده. قطعت فيها صغير وكبير شوية بس مش مشكلة، مش مشكلة، كله هيتاكل. شايفين الحتة اللي هي يعني انا اعتبر اتأخرت عليها شوية تشد معايا، عشان كده لازم السرعة. المرحلة دي كلها محتاجة سرعة وبس. واسيبها بقى مثلا 10 دقايق ولا حاجة تتهوى، انا بعيد عليها بس كده. التليفون بيرن. سيبها 10 دقايق بس وبعدين نشوف هنعمل ايه. عد عليها تاني عشان ما تطلع معايا تبقى بسهولة. يعني انا عشان السرعة مش ظابطة الامور قوي، بس يعني ايه شغالة. شايفين بتطلع ازاي. انا سبتها كده حوالي بس 5 دقايق، بردت فبدأت اطلعها، بتطلع بسهولة زي ما انتم شايفين. مفيش بقى اسهل من كده ولا حاجة اقتصادية اكتر من كده. يا رب تعجبكم واسمع رأيكم ان شاء الله في الكومنتات، وان شاء الله كده تكون سهلة وبسيطة وتقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه بدل اسعار النار اللي هي بره ديت. وهنعمل ايه، ربنا يقوينا على اللي احنا فيه والحمد لله. وان شاء الله كل حاجة غالية علينا نحاول قد ما نقدر، الحاجات اللي نقدر نعملها هنعملها بإذن الله. شايفين الكمية بسم الله ما شاء الله. يلا تصبح على خير وكل سنة وانتم طيبين.